السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو باكمل صحه وعافيه يا رب. البنات، اليوم جيتكم بفلو المحلات ولا فلو المقاهي بطريقه سهله بسيطه سريعه التحضير وما تكلفناش بزاف. البنات، هذا الفلو اللي حاب تخدموا كمشروع اكيد عطيت لكم بطريقه اقتصاديه ومختومه كلش في الدار، من الديكوجال للابات لاي حاجه خدمتها صنع منزلي، يعني حاجه ما تكلفنيش بطريقه بسيطه سهله. نروح مباشره للمقادير وطريقه التحضير. جبت غيسيبيون حطيت فيه نص كاس تاع السكر. هنا الحلاوه البنات كيما تحبوا تزيدوا السكر ولا تنقصوا، انا درت الحلاوه معتدله اللي تقدري تاكليه عادي ما يجيكش حلو بزاف. حطيت عليهم حوالي مغرف تاع فانيلا سائله، واللي عندها بودره دير، واللي حبت دير مبشور الليمون دير، واللي حبت دير الكراميل دير، كل واحده وش حبت الذوق على حساب ما ياكلوا في الدار. البنات زدت عليهم مغرف قهوه سريعه الذوبان وتبقى اختياريه، ما عندكش ما ديريش. هنا نبقى غير نخلط البنات حتى يذوب لي كامل هذاك السكر. بعد ما ذاب السكر زدت نص كاس تاع الزيت. هنا الزيت البنات ما تخافوهاش لانه عندي في الوصفه هذه الحليب. البنات هنا خلطت مليح وبقيت نضيف في الحليب تدريجيا، وراكم تشوفوا بمساعده آلاء راهي غير تعاون فيا وما خلتنيش حتى الدقيقه التاليه. البنات خلطوه مليح حتى يتجانس ولا يتخلط الكل مع بعض، ديك الزيت تدخل مع الحليب والبيض وكامل، والسكر تحسه ذاب. هنا اللي عندها خلاط كهربائي تخلط به، انا حبيت نديرها بطريقه بسيطه اللي كامل الناس يقدروا يديروها ولا ربات البيوت يقدروا يديروها. هنا البنات كان عندي حوالي كاس وربع تاع الفارينه. هنا البنات الفارينه على كل وحده كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. هنا ندو الكاس الاول ومن بعد نشوفوا اسكو نزيدو ما نزيدوش. هنا درت النصف الاول تاع الفارينه وضفت عليه كاس خميره كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام، وبقيت نخلط حتى تخلط لي الفارينه مع السوائل وشوفوا القوام اللي تحصلت عليه، مشي ناشفه بزاف ومشي مطلوقه بزاف. هنا جبت سنيوه تاعي الابعاد تاعها بعد نحطهم لكم في صندوق الوصف ولا في التعليق مثبت. هنا حطيت هذاك الخليط تاع المسكوتشو في سطح السنيوه ومشيته كامل كيما راكم تشوفوا. البنات انا خيرت نديرو بالمسكوتشو باش يجيني خفيف وما يجينيش ثقيل، لانه راهي سخانه دائما نحبوا حاجه خفيفه. تقدري هنا ديريه بالكاطو بيمو ترحيه وتخدمي هذه الطبقه الاولى، تحبي تخدميه باللاباط تاع الصابلي، تحبي تخدميه ايضا حتى بلا باتافيلو ولا بعجينه بالعجينه المورقه، يعني العجينه تاع الملفاي، كل واحد كيفاش يحب يخدمه. ولكن عطيت لكم بهذه الطريقه لانه هذه الطريقه بزاف تمشي في الصيف، ما تجينيش ثقيله، تجيني خفيفه وتقدري تاكليه وما يقهمكش، وايضا يجيك بارد ويجي خفيف، يعني ما يجيناش ثقيل. انا هذه الطريقه المعتمده تاعي في فصل الصيف، نخدمها بالطريقه هذه تاع المسكوتشو ولا تاع الكيكه. هنا نفوت ولا نسوي سطح العجينه تاعي على سطح السنيوه، تجيب شكل متساوي، ما نخليش جهه خشينه وجهه رقيقه. نخبط السنيوه تاعي حتى نخبطها شويه على طاوله العمل باش تدي لي هذاك الشكل المتساوي. ونكمل بالطريقة هذه حتى ندخلها للفور ولا للكوشة. بعد ما طابت مدة يا ربي واحد 6 دقائق ولا، شعلت لها من الفوق ومن تحت ونقصت النار، وكي شتها حمارت من الاطراف طفيت عليها، يعني هذاك واطيه بالتاعها ماهيش خشينه بزاف، تجيني رقيقه ما تخافوهاش يعني. هنا البنات رحت مباشرة للطبقة الثانية، هي طبقة الفلو. حطيت 4 كيسان تاع الحليب، حطيت عليهم 6 مغارف تاع الفلو شوكولاتة. وهنا الفلو يبقى اختياري وكما حبيتي ديري شوكولا، ديري فراز، ديري القول اللي حبيتيه ولا الذوق اللي حبيتيه. هنا انا بما انه درت ذوق الشوكولاتة زدت لها 2 مغارف تاع الكاكاو. نعاود نقول لكم البنات واش درت فيها. درت 4 كيسان تاع الحليب ودرت عليهم، درت 4 كيسان تاع الحليب، زدت عليهم 6 مغارف تاع الفلو، وزدت عليهم 2 مغارف تاع المايزينا ماشي معمرين مليح، وزدت عليهم 2 مغارف تاع الكاكاو. خلطت مليح بارد في بارد. هنا اللي حبت الحلاوه بزاف تزيد السكر
واللي ما حبتش تخليها كما انا خليتها. هنا نبقى غير نخلط مليح ومن بعد نزيد عطر الكراميل باش تجي في ذوق كامل متجانس مع بعضها. هنا خلطت فوق النار مليح، تبقاي غير تخلطي تحركي باش ما تيبسليش هذيك الميزينه ولا تولي كتله واحده. هنا شوفوا القوام كيف تحصلت عليه، القوام ما شاء الله. بقيت غير نخلط ومن بعد كي شفت داك القوام صاي ثقل لي فرغته مباشره فوق الكيكه تاعنا اللي كانت نشفت، عفوا كانت بردت مليح، يعني ما خليتهاش سخونه باش ما تتعجن ليش، كانت بردت. سويت سطح تاع الفلوم الفوق باش يجيني كامل متساوي، خبطت شويه باش يخرجوا دوك الفقاعات ومن بعد رجعت خليته في الثلاجه ابرد ونروح مباشره للطبقه الثالثه. وهنايا الطبقة الثالثة اللي هي ديكوجيل صنع منزلي. حطيت في كاسرونة نص كاس تاع السكر وحطيتها فوق النار باش تولي لي كراميل، السكر يتحرق ويولي كراميل. من جهة واحدة اخرى حطيت كاس تاع الماء قسمته على زوج، حطيت نص الكاس الاول حطيت فيه زوج مغارف تاع المايزينا ماشي معمرين مليح. هنايا المايزينا البنات ما تكثروش بزاف باش ما يجيكمش ثقيل بزاف، ما تعمروش المغرف بزاف يعني ممسوحة، المغرف ممسوح. هنا البنات تشوفوا هنايا كملاحظه فقط، هنايا البنات ما تخافوش منه الا نشف لكم، الا سطوه نشف لكم كي درتوا المايزينا ثم تكونوا موجدين كاس تاع الماء قدامكم، الا سطوه نشف لكم والسكر تحجر وما ذاب لكمش مليح زيدوا الماء فقط وبقاو غير تحركوا على النار تكون هادئه حتى يذوب لكم هذاك الكراميل. هنا بعد ما ذاب لي هذاك السكر البنات حطيت عليهم مغرف صغيره تاع الزبده، ما كثرش بزاف، نحرك مليح هذيك الزبده حتى تذوب كيما راكم تشوفوا. نذوب هذيك الزبده ونحط عليها هذاك الكاس تاع الماء اللي فيه زوج مغارف تاع المايزينا يكونوا ممسوحين البنات. هنايا عاودي خلطيه باش ما تكونش ديك المايزينا نزلت، فرغي هذاك الكاس تاع الماء اللي يكون فيه المايزينا وخلطيه مليح ورجعيه فوق النار وبقاي غير تخلطي كيما قلت لكم البنات. الا نتوما سطوها نشفت لكم بالخف والسكر بقى محجر ما ذابلكمش، زيدوا كاس تاع الماء وبقاو غير تخلطوا كيما انا هنا درت. هذه انا صرات لي راني نعطي لكم فيها فقط باش تكون في علمكم، ممكن جدا تصرى لكم كما صارت لي انا، ممكن جدا ما تصرى لكمش، يعني انا نعطي لكم فيها كلتا الحالتين. هنا بعد ما ذاب لي هذاك السكر راكم تشوفوا مازال محجر في المغرف، راني نحيته ونبقى غير نحرك حتى يذوب لي. بعد ما ذاب ودا هذاك القوام اللي راني باغياته زدت عليه لاروم تاع الكراميل وبقيت غير نخلط ونرجعه فوق النار حتى يثقل لي ويدي لي اللون ولا يدي لي القوام تاع سوبر كريم اللي نشروه من المحلات. البنات تشوفوا هنا الشكل تاعو راه كانه سوبر كريم حقيقي وراه فيه اللمعه، هذيك اللمعه البنات اللي تكون في السوبر كريم اللي نشروها من المحلات، هذيك تاع الماده الدهنيه. يعني انا درتها زبده كما شفتوني وراهي تخرج. وهنا البنات عفوا تحصلت على النتيجه اللي بغيتها انا. هنا نفرغ داك السوبر كريم وهو سخون على السطح تاع الفلو تاع الطبقه الثانيه. هنا بغيتو تكثروا بزاف بغيتو ديروا حاجه خفيفه، هنا يبقى اختياري لكم. والتزيين البنات ايضا يبقى اختياري. هنا الا كانت عندكم شوكولاته بيضاء خططوه زيكزاك بشوكولاته بيضاء وديروا له على الشكل تاع الميلفاي، بغيتو تخلوه هكذا سامبل خلوه، بغيتو ديروا كاوكاو ايفيلي ولا لوز ايفيلي ولا اي حاجه، انا دائما نخليها في الاقتصادي. كان عندي شويه تاع اللوز تاع الكاوكاو ايفيلي كان محمص عندي، درت لها رشه خفيفه من الفوق وخلاص. معني ما درتش ديكور اللي كلفني بزاف ولا الشكل اللي كلفني بزاف. هنا البنات كما قلت لكم تحبوا ديروه على شكل ميلفاي، جيبوا شوكولاته بيضاء خططوه وديروا له الشكل تاعو كيما الخطوط تاع الميلفاي. تحبوا تخلوه هكذا في السامبل، تحبوا ايضا ديروا الحلقومه ولا ديروا اي ديكور مناسب ليكم تحبوا تخلوه هكذا في السامبل. وهذه هي الوصفة تاع نهار اليوم اللي تحصلت عليها في المقاهي ولا في المحلات بطريقة سهلة بسيطة اقتصادية، تبرد على القلب. الله تجي خفيفة وبصحتكم حبيباتي، شهيتكم في الجنة، ونتلقى في ساعة خير ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم الجديد، فضلا وليس امرا. دمتم في رعاية الله وحفظه والى اللقاء.